وجهك شاحب والغضب خارج من عينيك. شفت بشر حلقيمة بشر ربعك باش ياخذين فلاحتك يا سيدي فلاحتك يا سيدي. رزق الله خليهم ياكلوا من رزقك. ما كلاوش منها يا سيدي ما كلاو. وهفك باش لونهم واحد كلها ولون خاصة على مساحتها ربعة وشكله دايرة. بدرة! استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. عارف هذا حملها الرابع، ولكن هذا المرة مشي كما العادة. قلبي مقبوض وإحساس غريب ساكنني. يا سيدي يحيى الشيخ، ليلى بدرة هي بنفسها هي مطمئنة، والبارح في كلامي معاها قالت لي تقول مانيش نحمي شهر الناس، ما راهاش حاسة تقول لا، ما تقلقش روحك، برك ندير نفسها وبيكون الخير إن شاء الله. خفي تسربي خفي وما تنسيش تسل الحر معاك. سيدي شارك متمني يا سيدي، طفل ولا طفلة؟ كان تجيب عند رب العالمين فيها الخير. تركوا بتديروا هنا، خفوا هزموا خفوا. وبدرة يا وليها راهي مليحة، وقالت لي روحي عند سيدك الشيخ هو اللي يسمي. سميه؟ سيدي أحمد بن يحيى الصغير بن عبد العزيز. سيدي أحمد بن يحيى الصغير بن عبد العزيز. سيدي أحمد بن يحيى الصغير بن عبد العزيز. سميت على بركة الله أحمد. Yeah.
خير عمي احمد. غير الخير، غير الخير يا وليدي، غير الخير. تعبت وحبيت نريح شويه. تعبت ولا الكبر يا سي احمد؟ تقدر تقول في زوج يا وليدي، في زوج. يا وصلت معاهم التمره وهم هذا الزمان. دردري يا عمي احمد، صح لازم يجي التركي ويشوفك، راه يطردك من الخدمه. ما احنا غير خماسه عندنا ما نديرو. عندنا صبحة ملك الاسبانيول والاتراك. علي احنا تحولنا عبيد عند الكفار وحتى المسلمين اللي كيف. بس هذا كاع سبب الخوف اللي راه ساكننا وعامي قلوبنا. وزيد نزاعات القبائليه اللي رافعنا فعلتها فرق. والله يلعن الشيطان يا سي علي، ياك لا تراك مسلمين كيفنا هما ولا ملة الكفار اليهود. علي هل الشيطان يا وليدي هبل؟ ما هو باش نعترف بمحمد اختيني يا كانوا انتم ما تفهموش. على خاطر انا نقول الحق، يقول الحق. واسبانيول يهدوا فينا من المرصى الكبير في وارد حق. الضباط الاتراك ينبدوا في ولادنا ويدوا فيهم للنار في معركتهم. لا هذا حق. تراب والارض ارض ولينا فيها خباز وشوفوا فينا كي السواق. لا هذا حق. وين راح الحق؟ وين؟ هذا هو الشيء اللي راه مقلقني وشاطرني. الجهل. ثمن جهل. مانيش عليك انت يا ولد، مانيش قصدي. قلت بالك؟ مانيش عارف علاه ما حبيتوش تفهموه. الاتراك عمرهم ما يحمونا ولا يقدموا لنا يد المساعده كما راكم تظنوا. هذا كلام جديد تقول في عمي احمد. كيف تفسر حربهم مع الكفار الاسبانيول؟ صحيح، الاتراك حماونا من الاسبانيول وغزاة الكفار، وهذا كان باتفاق مع جدودنا. تفهموا؟ على الحمايه والمساعده والارض تبقى ملك لاهلها. الاتراك خانوا العهد وفرضوا علينا قوانينهم وقسموا بلادنا كما يحبوا. بالك الشرق في قسنطينه، وبالك الوسط في التدري، وبالك الغرب في وهران، ومركز القرار والسلطه في الجزائر. وحنا اصحاب الارض، اصحاب الحق، رجعنا خماسه ورعيان ما عندنا
البهايم تابعين الحكم البارد. هذا كلام كبير تقول فيه عمي احمد. سبق لي وسمعت على سيدي بن يحيى. سيدي بن يحيى شيخنا الامام العلامه المجاهد الولي الصالح، شيخنا هو اللي امرنا. وهذا الكلام قاله الولد محمد وهو عاد صبي صغير قبل ما يسلى زاويه مشاشه. حتى سيدي محمد بن علي ولد البهلول الهيت يتنس. سيدي بن يحيى عالم كبير، قاري ويعرف التاريخ مليح، وهو بنفسه معجب بالفارس يحيى بن ثابت. هو اللي اسس الدوله الزيانيه يا غموراسل، وهو اللي سقط ملك الدوله الحفصيه علينا، وبدل القيروان بالتمثال، وحد صفوفنا ورجعنا قوه يحسبونا الفساد. بلكي قبل ما ومحمد الخصنا زعيم اللي يقودنا هم ويعرف الجرح ويراح، واحنا مع بعض نداووه. هكا خاصنا. أرضنا الشريفة طاهرة وولادة، وعمرها ما بخلت علينا لا بالرجال ولا بالسعامة. وين راهم الزعامة؟ كاين الرجال وكاين السعامة وكاين الأبطال. العقل هو اللي غاب. كي الحمى كي الرعادة كي سبانيول كي التراك في زوج كيف ما بيهم غير مصالحهم، بيهم خيرات أرضنا وموقع بلادنا. واحنا قاعدين نعرفوا على الأحداث ونعاودوا في الأخبار ونتفرجوا. الحمد لله اللي دوام الحال من المحال. الحمد لله عمي احمد. يا جماعه ها هو شيخ سيدي بن يحيى كيما نعاد يشرب الغله باش يطلب حق ربي من البشر للفقراء ولينا. بعد ما يشوف من اخذ من والو فقراء. حق ربي فرض عين، بالفقير والمسكين حق، يلي تمد مكانك ما بين نهرين، إذا عصيت أمر الخالق ما تمد حق، تبع ليك في الدنيا والآخرة جهنم هي المصير. حق ربي فرض عين، للفقير والمسكين حق، يلي تمد مكانك ما بين نهرين، إذا عصيت أمر الخالق ما تمد حق، تبع ليك في الدنيا والآخرة جهنم هي المصير. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قول لي يا الختيم، ماذا بك تفهمنا شكون هادو أهل الجنة وشكون هادو أهل النار؟ اللي ما يمد من ما أعطاه ربي قوت الفقير والمسكين هذا ولاد إبليس، واللي يطعم من ما أعطاه ربي هذا من قوم النبي. يا الختيم، واللي يحتل أرض الغير ويستعمر شعب كامل واش يكون فيه الشرع يا الختيم؟ أنا ختيم سيد الشيخ بن يحيى صغير ماني عالم، ماني مفتي جليل، وأنت كندوز من قلادي الشيخ وتعرف الجواب. علاش راك تسأل فيا قدام القوم؟ غير باش يعرف بلي الكلام اللي كنت نقول فيه ماهوش تاع محمد الخماس. واش كان يقول محمد الخماس في كلامه؟ ما كان والو، ما كان والو، كان والو. قال والو. يا الخديم الهضره قوات والخدمه حبست، وإلا جا باشا لا احنا لا انت، لا انت يا حبيبي. إذا كان عليا أنا هذه ليلة تالية في البطحة. ما تقوليش يا الخديم راك مصور ومخلينا. راني مسافر لتنس وزاوية مشاجة. ايه وقيلا لا توحشت محمد. اكبر واصبح راجل، مجاهدة صدق مع المجاهدين. يا الخديم ما تقوليش الثورة قامت في تنس. تنس من بكري أرض الثوار، واللي سطرها الشيخ بن علي كمله الشيخ بهلول. هذا كلام جديد راك تقول فيه، وضحنا وخلينا نفهموا. الشيخ بن علي عين محمد قايد على تنس، وزوار زاوية المشاجة بايعوه وشافوا فيه الرجل المناسب ليهم. بصح محمد صغير مازال في سنه 19. يا جماعه محمد حافظ كلام الله وسنه نبيه، والناس كامله تشهد له على سلوكه، وغير هو اللي يقدر يمشي من القبائل ويوقف في وجه الظالمين. عندك الحق، لربما هذا هو الزعيم اللي كان يخصنا، زعيم يوحد صفوفنا ويجمعنا على كلمه واحده، باه نحروا حصن الوهران من الاسبانيول واليهود الكفار ان شاء الله. والله يا رب. بصح هذا رايك انت يا احمد، وصار احنا نقدروا نحاربوا زوج ناس في ضربه. واش غادي ديروا نتوما؟ لا تبتدوا وتجيبوا في الهضره. محمد تعزم وتحسم ومن وراه ناس تنس وشلف. راني مسافر في الحين باه نقوم بواجبي معاه. استنى
استنى يا الخديم، ما تروحش وحدك. نروح معاك. لا يا احمد، البطحه فيها اعراش كثيره كبيره، ولاد سرور والعناطره والمحال والسويد وغيرهم، بلغهم بالامر بسريه تامه حتى يتحدد وقت الميعاد. اما انتوما كملوا خدمتكم، وكيجي وقت الحصاد وفروا سيد من الغلا الجلود والناس والبهايم اللي في الشتاء. ان شاء الله. هيا انا نخليكم تبقاو على خير. تبقى على خير يا الخديم. يلا يا جماعه، نهار الواحد قرب. هيا الخدمه. لقد دعوتكم اليوم لأبلغ حضرتكم بقرار مولانا تالي حسن باشا، قرر فيه هدم الحصن العالي بوهران، لأن الجيش الإسباني لا يزال متمركزا بالمرسى الكبير، وهذا يدل على أنهم يعدون لنا العدة من أجل مهاجمتنا. ما زالوا لم يستخلصوا العبر من دروس الهزائم في معاركنا معهم طوال السنين الماضية. مولاي محمد الكبير، إن قرار مولانا حسن باشا حكيم، وخاصة أن الإسبان ينتظرون من الفتنة التي عشناها بسبب الأعراب والكراملة الذين شقوا عنا سيؤدي إلى حرب داخلية تكون لهم فرصة لاحتلال وهران ثم المدن الأخرى. وإن لم ننزع شوكتهم من الحصن سيبقى خطرهم دائم. سيد، هل في رسالة مولانا تالي حسن باشا رأي في كيفية التحضير والتخطيط لهذا الفتح؟ لا، لم يتطرق إلى ذلك. طلب منا أن نفتح الحصن وفقط من دون أن يشير إلى أي شيء آخر. أنت تعلم أن عدد الجيش الإسباني المتمركز في الحصن يفوق 50,000 جندي حاليا، بدون أن نذكر الدعم الذي سوف يلقونه من حكوماتهم عند اندلاع الحرب. ماذا تريد أن تقول؟ أنا من
رأيي أن نرجع إلى الخطة التي وضعها مولانا البيرهبي منذ 40 سنة عندما فتح قسنطينة وميلا في معركة القطمة الشهيرة، ثم بجاية في نفس السنة، مما جعل الفرنسيين يستنكدون بنا. لقد كانت خطة جهنمية، وهي نفس الخطة التي وضعها لفتح وهران بعد مرور سنة. 70 سفينة وأكثر من 40,000 جندي. أعرف ذلك، ولكن قدره لم ينهله. توفي رحمة الله عليه، وها قد جاءت الفرصة لتحقيق حلمه. لابد علينا أن ندرس الأمر جيدا، ولا تنسوا أن على رأس الجيش الإسباني الجنرال جان جاسكون، وهو من حرر الجزائر، رغم أن كان على رأس المدينة البر الباي محمد صالح فاتح مدينة قسنطينة، والتي ولى على رأسها بن شلائش. جون جاسكون، ولكنه عاد مهزوما من الجزائر. أنا لا أنكر ذلك، ولكن فقط أردت أن أوضح شجاعة هذا الجنرال وحنكته الحربية. لابد علينا أن ندرس الأمر جيدا. إذا ائتوني بحل، ولا داعي للرجوع إلى الماضي. الماضي هو من يجعلنا نستخلص الدروس ونعرف كيف نهدم الحصن فوق رأسه. هات ما عندك. قبل هذا، إن القبائل والأراشي الجزائرية لم تعد تثق فينا مثل ما كان عليه الحال الماضي. وضح. إنهم يقولون أن الزمن والسنين علمهم وأقنعهم بأننا غزاة، ولا فرق بيننا وبين الإسبان. وقوفنا معهم هي لحلة من الحيل أردنا من خلالها الاستيلاء على مدنهم فيما فيها من خيرات. هل نسوا بأن مجيئنا كان باتفاق مع شيوخ القبائل الجزائرية لحمايتهم من الإسبان مقابل تنصيب عروج ملكا عليهم؟ هل نسوا أنه بعد أول فتح بداية من جيجل التي سقطت في يد الإخوة بربروس، ثم بجاية، ثم لما جاء دور العاصمة خان الخائن سالم التوري الذي نكث عهده بسبب الغيرة والحسد. هل نسوا أن القائد عروج هو من قضى عليه؟ هل نسوا أن حتى ابنه يحيى التونسي الذي هرب إلى وهران مستنجدا بالعدو الإسباني الذي جهز له أسطولا ضخما بقيادة فرانسيسكو لمحاربتنا، هل نسوا أنه انهزم مثل أبيه؟ نحن من استرجع الجزائر هندية مفيجة ومليانة، هو السلطان خير الدين هو من استولى على بلد القبائل وكان حاكما عليها. سنة بعد ذلك اتنس وتلمسان. لن أرضى أن يطعن تاريخنا الذي استشهد من أجله عروج في معركة وادي الملح بتلمسان على يد العدو الإسباني وبمساعدة بعض الخونة، وعلى رأسهم الزياني حمو الثالث. لن أرضى بذلك. مولاي، قلوب الجزائريين مملوءة بالحسد، الحقد والخيانة. ما زالوا متمسكين برأيهم إلا من جنسهم، ولهذا السبب بايعوا شاب مفلس اسمه محمد. محمد؟ من يكون محمد هذا؟ هو محمد بن يحيى صغير شيخ البطحاء في ميناء بعث به للدس إلى دماغ بن بهلول، وهو من نصبه قائدا على الأعراش في الناحية الغربية. ابن يحيى، أعرف هذا الرجل، إنه شيخ صالح، هو من نصرنا في حربنا ضد الإسبان. هم هكذا يا سيدي، ينصروننا ثم ينقلبون علينا. اسكت! لا تقل على الرجل مثل هذا الكلام. تظنون بأنني لا أعلم باستهاكات بعض رجالنا القادة في أملاكهم والاستيلاء على غنائمهم وأراضيهم بالقوة وجعلهم رعاة بعدما كانوا أسيادا عليها؟ مثل هذه التصرفات جعلتهم ينظرون إلينا نظرة المعتدي. اسمعني جيدا، أنت
اطلب من المنادي أن يعلن في الناس بأننا في حاجة إلى متطوعين مجاهدين لحماية وهران، وليطلب منهم أيضا أن يتقدموا إلينا لكي نسوي لكل شاة وضعيته مع تكفلنا بجميع المصاريف. أما أنت فابعث برجال من قومهم ليندسوا في صفوفهم كي يطلعونا بأسماء الرجال المحرضين الزارعين للفتنة والانشقاق وسط المسلمين. أما بخصوص الشيخ يحيى فلا أظن أنه سيقف ضدنا ما دام العدو الإسباني متمركزا بالحصن، ولكن ضعه تحت المراقبة من دون أن يشعر بذلك حتى ننتهي من مهمتنا. أن ينصرف. خلاص خلاص كبادة سيدي الجنرال، هنالك شخص يريد مقابلتك. ومن يكون؟ يقول إنه رجل من التنس. الخير. حضرة الجنرال، ما سبب مجيئك إلينا أيها الرجل؟ حضوري اليوم له مصلحة مشتركة. ومن أنت حتى نبرم صفقة معاملة؟ أنا من أحفاد خادمكم أشطورا، واسمي راشد. ألا يذكرك اسم جدي بشيء ما؟ أشطورة. أظن أنني سمعت بهذا الاسم من قبل. أنا أعرفه. هو يهودي الأصل. كان في الماضي من المقربين لقادة الجيوش الإسبانية، وقد بعث به الجنرال لوريثو دي باديا على رأس مجموعة للتجسس على مملكة تلمسان في عهد محمد بن عبد الله الثالث. وفي عام 1509 وبعد عدي ملك إسبانيا ومباركة البابا لمهاجمة الجزائر، أبحرت السفن الحربية من ملقا متوجهة نحو الضفة الجنوبية، فأرست اتجاه وهران لمهاجمة مرساه الكبير. هنا انتقل جدي من تلمسان إلى وهران، واشترى بعض الحراس من القبائل الجزائرية بدرهمات، وفتح ثغرة في باب المرسى الكبير، فتدفقت جنودكم كالسيل الجارف، فسقطت وهران بين أيديكم، ثم المدن الجزائرية الأخرى. إذن جئت اليوم لنكرمك على فعل
قام به جدك منذ 90 سنة. ما بالكم يا معشر اليهود؟ لكل فعل ثمن. ونسيتم فضل الإسبان الذين أتوا بكم إلى هذه الأراضي كي تتمتعون بخيراتها؟ هذا لو بقيتم أسيادا عليها، فسادة هذه الأرض هم الأتراك. تسخر مني أيها اليهودي. بل أذكرك حضرة الجنرال، لم يبقى لكم سوى هذا الحصن تحتمون به. أما قوم اليهود فأغلبيتهم قطعت رؤوسهم على يد المسلمين، أما من بقي حي فقد فر بجلده إلى قسنطينة وبجاية وغيرها من المدن الشرقية منتحلين أسماء عربية، وهم الآن رعاة عند العثمانيين ينتظرون بسالتكم وشجاعتكم لاستكمال ما عزمتم عنه في السنين الماضية. حضوري اليوم ما هو إلا دليل قاطع لنمد لك يد العون، وليست تكرمات كما وصفتها. وما عساني أن أفعل، هم الآن يستعدون للهجوم. قل لي أيها اليهودي طيب، أريد أن أسألك، لماذا جئت إلى تونس ولم تبقى في كرسانة؟ هي أكثر أمانا من تونس بحكم الصراع بين الزيانيين والأتراك. تكلم تكلم. أنا سيد قوم اليهود هنا في الجزائر، فنصرتكم بقاؤنا وانهزامكم فناؤنا. هذا سبب حضوري إلى تونس. أنتم تعلمون أن القبائل والأعراش في البطحاء كلهم وقفوا وساندوا حسن باشا بن خير الدين، وخير دليل على ذلك معركة الزغراء قرب مصغان، حيث دعمهم بأكثر من 20,000 فارس جزائري. في هذه المعركة التي سقط فيها الكونت كوديت وسقطت معه إسبانيا في المستغان. التاريخ يعيد نفسه. لقد وصلتنا أخبارهم. لقد عين على رأس الجيوش القبائل الجزائرية شاب يدعى محمد، وهو من تونس. تدعين للجيش التركي تحت قيادة الدالي حسن باشا لتحرير هذا الحصن. باسم الرب! هم الآن يتجمعون وأنتم تحكوا قصصهم. حضرة الجنرال، هدئ من روعك، فلدي ما أقوله لك. آتي ما عندك وأعدك شروطك كلها مستجابة. المهم أن ننتصر في هذه الحرب. هناك نزاع سري بين القبائل في تونس بعد تعيين محمد بن يحيى الصغير قائدا للناحية الغربية. هذا التعيين لم يرغ للبعض الذين كانوا يرون أنفسهم أولى بهذا المنصب، خاصة أن محمد لم يبلغ السن 20 بعد. أحسنت يا حبيب الشباب، تبدو خطة محكمة. ولكن كيف نتخلص لشيخه؟ اترك هذا الأمر لي. عليكم فقط بجمع بعض المال ليشتري به بعض الفائلين. أيها الضابط، نفذ ما طلبه حفيد يشتغل. خلص إسبانيا.
سادة شيوخ القبائل، هذا مجمع كعيون، مجمع الخير، مجمع النصر، وبلا شك يكون زرع القلق والخوف في صفوف اسبانيول الكفار قبل المعركة. يا الشيخ بن علي، انت كبيرنا ولي امرنا وامرك مطاع، سير بينا وين ما حبيت، المهم اللي يقودنا يكون منا وما يكون غريب على ملتنا. اللي يقودنا على بركة الله محمد دوريدي، شاب وفارس صنديق، قارئ كلام الله وسنة نبيه، تربية وأخلاق يشد لها كل من 10. أنا اليوم كبرت وما بقات لي صحة، ورايتي مديتها لمحمد دوريدي وانتم ما بايعتوه. احنا ما زلنا شادين في بيعتنا لمحمد ولد بن يحيى الصغير، شيخ البطحة والولي الصعب. يا محمد قودنا الجهاد في سبيل الله، ننصروا حسن وهران والنصر يكون على يدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا شيخ وصاعيان، انا منكم، في وسطكم تربيت وكبرت، ومن عندكم تعلمت التنبيه. انا واحد من جنود الله. رانا من بلادنا بني حسن باشا نهاية حسن مصر كبير، ومن بعد رايحين نشوفوا امورك. يا محمد الصبانيون الكفار رانا نشوفوهم وشوفونا، حاربناهم في مستغران ومستغلا، مليانه وتونس حتى المديه، والنصر كان دائما لينا بعون الله. ولكن واش تقول في العطارات اللي استولوا على ارضنا باسم البايلخ وقطعوا رؤوس شيوخنا من الشرق والغرب والوسط؟ يا جماعة الخير، احنا اليوم رانا امام حرب صليبي، ورانا بحاجه الى كل من يحمل في صدره الشهادتين. لا اله الا الله. ينصرنا الله على العدو اولا، ومن بعد نشوفوا امورنا، على خطرنا في موقف صعيب بسبب الخيانه اللي فعلتها في نفوس البعض اليوم اللي تو مملوك الدوله الزيانيه عن قيام بالمصالح العامه. انشغالهم بالامور الشخصيه سقط مكانتهم في نفوس الراعي، لذا انحلت رابطه ما بين الراعي والراعي، وانتشرت فوضى ما بين الناس في كل الميادين، سياسيه واجتماعيه.
هذا هو سبب الحساب. لكن الآن لازم تشوفوا الأمر كل حكمة يا محمد تقول بدك ترجع السلطة والقيادة لابن عبد الوهاب الزيانية وترجع لأرض أموالها. يومها نلبوا نداء الدالي حسن باشا تحت أمرك أحسن بن عبد الله الثاني اللي خلع صالح رايس باشا وسدوله على تمثال. هذه الأحداث مرت عليها 40 سنة. خلوا الفتنة نايمة يرحمكم الله. خلوا الفتنة نايمة يرحمكم الله. احنا اليوم رانا نلموا في الشمل الجزائريين باه نتصدوا للكفار اسبانيول اللي راهم في حصر وهران. اتقوا الله يا ناس. ما نقولها بلسانك يا شيخ البهلول، السبانيون راهم في حصن وهران برك، اما المدن الجزائريه الاخرى كلها في الدوله العثمانيه من عنابه لقسنطينه للبطحه، وحنا يا اصحاب الارض مجرد جنود عندهم. أنا عندي رأي يا شيوخ، يرفع مشكلتنا ويرجع للجزائريين دولتهم ومخهم. يظهر عليك ما راكش متنس. عرفنا بنفسك يا الغريب. أنا اسمي سرحان من قبيلة حميان، واليوم راني ضيف عند جندي من جنودكم. مرحبا بك يا سرحان. تكلم، قول ما عندك. أنا رأيي ما يختلفش كثير على صديقي. إحنا قبيلة حميان عانينا وعشنا الويل والتأكيل من طرف الأطراف الإسبانيين. وها هي جاتنا الفرصة باه نضربوا الظالمين بالظالمين. نرسلوا جماعة من عندنا لحسن وهران يتحاوروا مع ممثلي الجيش الإسباني. والشرط شرطنا الوحيد يخرجوا من بلادنا وندعموهم في محاربتهم ضد الأطراف. حق اسبانيول راه باين، الفدية حاضرا ومستقبلا، وهكا نتهنوا من الرفيسوش. هذا هو الكلام الزين اللي حررنا ويهنينا منهم للزوج. سرحان، الله يسرح قلبك من النفاق والخداع. ما ديروش كما دار محمد ساق اللي خان قومه ومن فداء الملك اسبانيا ايزابيل بيحارب السلطان خير الدين. الله يرحمه، هو اللي خرجنا من ظلمهم وغزو. ما تنساش باللي قادتنا داروا معاهدات رسميه بيننا وبينه، وحنا اللي طلبنا من التراك باه يدخلوا الجزائر ويفروا معنا الاسبانيين الكفار. راك ضيف، والضيف عندنا يتكرم. انا هذا كرمناك بجلوسك معانا. كيفاش تسمح نفسك تطلب منا ما نحاربوا اللي حاملين وجه الصدور؟ اسمع، قول هذا الكلام اللي محطوط عندك. تقدر تخرج من نصف الحين. عيب عليك يا محمد، تهين ضيفي قدامي. هو اللي هكا رمضان حب يجعل منا خونه. راك تسمع واش راه يقول في حق ضيفي يا شيخ البهلول؟ كيفاه تسمح يهينه قدامه؟ محمد وليدي يستغفر الرب وكلامه في الصواب. يشهد علي يا رب العالمين ما نمد يدي في يد كافر كان سبب في سفك دماء الجزائريين حتى اليوم الدين. ارفد رايتك ودي ضيفك وخرجوا من زاويتنا. ليلة نص ما يطيحش عليكم هنا. تخرجوا دروك في الساعة والحين. يلا تبعتيش بزاف يا شيخ البهلول، ومشي ضيفيني واحد غريب على زاوية الدجاجة. محمد غريب وجعلته قايد علينا، تتهم ضيفي بالخيانة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رانا ماشيين، ولكن اعلم من اليوم ما طاع عليك ولا نولدك بالتبني محمد. هيا صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. يقول الله في كتابه العزيز الحكيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا خديم، تفضل. مرحبا بك. الله يجازيك ويعطيك خير. الله يحفظك يا ولد.
اتفضل ريح. محمد يا وليدي كبرت واصبحت راجل، جزا الله من رباك. قول لي يا الخديم، ما راك جاي تاني تدي معاك محمد اللي هي المطعم؟ جيت وطالب من الله ومنكم باه تقبلوني. مرحبا بك يا الخديم. الدار دارك. مرحبا. جيت وحدك ولا جيت ناس معك؟ جيت وحدي واوامرك كلها تتنفذ بالامر الواحد. قول لي يا الخديم، ناس البطحه ولينا كيفاش راه احوالهم؟ الحمد ربي ونشكروه على هذه الساعه. الاتصالات بين الشيوخ راهي متواصله ومستمره. لحقت 25 عاشق باذن الله، كلهم توحدوا تحت برنوس واحد. سماو هذا البرنوس بالفليته 5 خماس. كلهم جنود تحت رايتك يا محمد. ينتظروا في موعد هنا في زاويه المشاشه في ارض شيخنا بن علي. الله اكبر، الله اكبر. خرج عرش. جاينا 25 عرش. قول لي يا اختي، ارض الفليته راه تنتج خير؟ عامسين وخيره وافي ان شاء الله. الله يبارك. وقادة العراش تفاهموا باش يوفروا الصيد بالغله للناس والبهايم اليوم الشده. حضور جيوش البطحه ومينا عددنا رايح يكون 25,000 مجاهد. والان يا وجوه الخير تدخلوا في المرحله الثانيه، لكن الشيء اللي نتفاهموا عليه لازم يبقى في سريه تامه. تفضل. الشخص اللي كان في وسط النوم قلبي ما ارتاحلوش. سمة ما هي سمة جزائري ولا عربي. نفس الاحساس راه عندي يا ولدي محمد، نفس الاحساس. غادي انا نتكلم بالامر. لا يا بابا ما تروحش، خلي الشيخ مصباح هو اللي يكتب. لا يا وليدي محمد، هذا هو الشيخ زاوية المجاجة، وهذا الأمر يهمني أنا. هذا الغريب اندس في وسط قومي كي نحبش في وقت الشتاء. غادي نكتب الأمر. محمد بدي ضيفنا للدار يتقود ويريح سويعة. وانتم يا وجوه الخير المرأة عند صلاة العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. الله يسهل. المهم لازم بالمدن حسن باشا كل تحركاتنا بالإفراد. هيا جماعة موعدنا كيما العادة. خلينا حاجة عيسى بعد نتفاهموا على اليوم اللي تتحرك فيه الطبيعي. هيا تحرك. ما تزعفش. وش من عام الزعاف جاب الفايدة؟ بغيتي نسكت ونخلي محمد يهيني قدام القوم؟ شكون راه طالب منك تقبل الإهانة تاعك؟ انت بقاء في قبيلتي هو الإهانة. أما نصبر نتفاهموا ونجبروا حل الإهانة تاعك. لا، هذا حسابي أنا وحدي. أما لا قول لي واش راك حاب دير؟
محمد هو زبالة ولازم عليه يدفع الثمن. شفت كيف غلط؟ أنا راني غلط في حق محمد ولي قعودة. الغلط هو الشيخ البهلول اللي طعن في عاداتكم وتقاليدكم وعين محمد على راس العراش وخلاك انت فارس من فرسان القبيله. لو كان غير جاي ابنه من صلبه وراه امره مقبول، بس صح غريب يقودكم لكن وجدوا الحل. حل؟ وش من حل؟ والناس حملت تشوفه وتقابلت الامر. ثور كما ثار القبائل الجزائريه ضد الاتراك ودافع على حقك وطموحك، وانا مستعد ندعمك بالمال والافكار. ومن رايي الشيخ البهلول لك يدفع الثمن على الغلطه اللي دارها. وقتل الشيخ البهلول هو راس الهم وسبب اهانتك. اذا مات الشيخ البهلول كل الامور ترجع لمكانها ويتحول محمد من قايد الى غريب ويبقى بين يديك. وعلاه ما خلوش هذا الامر بعد نهايه الحرب مع الاسبان. شفت كيفك غلط؟ شفت راي يكون اداك الافكار الباهيه. المعركه راهي محسومه بالنصر اليوم. عدد جيوش القبائل راهي كثيره ومحمد غادي يزيد شانه في قلوب الناس، واسمك وشرفك في خبر كان وتعيش تحت الاهانه طول حياتك. هاك المال اللي غادي تشري به الناس كي تقتل الشيخ البهلول. هذا المال يحميك وينصرك في معركتك ضد محمد. هيا تحرك، خلي سيفك مغمضة وابدا تسلع في طريقك.
نحن والجنود مستعدون ولا ننتظر سوى إشارة مولانا. أحسنت. هل لبيتم كل مطالب المجاهدين المتطوعين؟ كلها مولانا، لعلم عددهم لم يكن بالقدر الكافي، وهذا ما سهل علينا العملية. لم يكن بالقدر الكافي؟ كم كان العدد؟ أقل من 100 متطوع، وهذا لم نعده مع المجاهدين الجزائريين. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن كل المجاهدين الذين كنا نعول عليهم انضموا إلى كتيبة تونس تحت إمرة الشاب بن يحيى صغير شيخ البطحاء. حسب معلوماتي عددهم يفوق 40,000 مجاهد. إذن لبوا مطالب كل من هو في قومهم ورفض نداءنا. نحن من يسهر على تسيير شؤونهم. أيها القائد، يظهر أن عرشنا بدأ يهتز في الجزائر. مولاي، واخشاه عدم انضمام محمد وكتيبته اليه، خاصة انهم يعلمون اننا لم نحصل على المدد من السلطان خالد الدين باشا، ويتركوننا نخوض المعركة لوحدنا مع الجيش الاسباني. انها الحرب، وكما تعلم الحرب خطأ. لا، لن يفعلوا ذلك. أنا أعرفهم جيدا، إنهم محاربون أشداء يميلون للوحدة أكثر من ميلهم للتفرق. أنسيت؟ لقد ناصروا الصيانيين في حربهم ضد مغراوة من أجل وحدة هذا البلد، وكتب يحيى بن ثابت مؤسس دولة بني عبد الوادي السيانية أن يموت في أرضهم حبا فيهم وحبا له. لا تخشاهم، بل علينا أن نستقبلهم أحسن استقبال، ونوفر لهم ولجنودهم الخيم والإطعام. علينا ألا نشعرهم بأن ثمة فرق بين الأتراك والجزائريين، بل كلنا مسلمون مجاهدون في سبيل الله. هذا ما نفعله حتى تنتهي الحرب، وننظر في شأن محمد لنرى كيف سيفكر بعد رحيل الإسبان من الجزائر. مولاي، مولاي، خبر مؤلم مولاي. وصلتنا اخبار عن مقتل شيخ قبيله تونس بن بهلول من طرف احد ابناء القبائل. الله اكبر، هذا ما سمعته. وقد تحركت جيوش البطحاء الى تونس لحمايه ونصره محمد، خوفا عليهم من الفوضى التي تعيشها المنطقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقتلون شيخهم غدرا، ومن وراء هذه الجريمه النكراء؟ لم تتضح الامور بعد. البعض يقول ان سبب اغتياله هو وقوفه مع ابنه بجعله قائدا لقبائل الناحيه الغربيه، والبعض يقول هناك ايادي خارجيه تسربت الى المنطقه وقتلته لكي لا يمد لنا يد العون. المهم، لحد الساعه لم تظهر الحقيقه. كثرت الشكوك وتوسعت الفوضى. والله كان شيخا تقيا حكيما. خسرنا وخسرت الجزائر أحد أئمتها الكبار، كان نافعا للمسلمين. انتفع الجزائريون من علمه كثيرا. اسمع، اكتب رسالة تعزية إلى شيوخ قبائل تونس، أبلغهم فيها حزننا ومواساتنا لهم، وابعث بالأغطية والخيم ما يكفي، وكذا نصيبا من المال إلى أهله. واحرص على أن تكون حاضرا معهم كي تعرف رأيهم فيما يخص موقفهم من حربنا مع الإسبان. هيا تحرك حالا إلى تونس. أما أنت فاتبعني كي نستطيع أحوال الجند. هيا.
علاش قاعد الصمت؟ الناس عمرها ما عاشت وقت صعيب كيما هذا. راه الطالح مع الطالح. راه الحياة تخلطت وكل واحد راه يبغى بالغاه. الجيوش الطبيعي ردت المشاركة في الحرب وقالوا حتى ينهار قتل بهلول. وانت بعد صدقتي هذا الكلام؟ ياك راهم يقولوا جيش البقاء راه صدق ناس وراه متمركز على اطراف الواد. وقالوا بلي هذا الجيش هشام سند محمد خوف عليه من الغدرة. اللي راهم يقولوا هذا الكلام هما اللي تسببوا في مقتل شيخنا الباطل. سكتي نقصي من حسك حتى يسمعونا. هذه اللي دخل فيها فضلت وهمها الوحيد زرع الفتنة في القلب. واش من فتنة؟ الأمور راهي باينة. قلت له ولا بلاصته وها راه يجوج البطحس ولات على كاع الحبس. وغلقي هذاك البوم وين شفتي الولد ترباه؟ أنا هذا ما راه كلامي. قلت واش سمعت بقى؟ هادو مدفوعين الأجر وهمهم الوحيد تبقى الأمور على حالها. بصح احنا نتبعوا في الطريق اللي رسمها شيخنا. اللي ما بغاش ما عندهاش مكان في وسطنا. سكت ها هو أحمد خرج يخاطب القوم. يا جماعة أنا برد من القرار اللي اتخذه شيخنا البهلول قبل ما يستشهد من طرف العدو. أما اليوم لازم علينا نحرك ثوارا من كفار اسبانيول، وهذا هو السبب اللي قتل شيخنا على خاطر رفض وجود مستعمر في بلادنا. كان يكون في وصايته قوتنا في وحدتنا مع بعضنا البعض. ما نخلوش فرصة للعدو باش يشتتنا ويزرع فتنة بيناتنا. نصبحوا ضعفاء لا قوة لينا. هكذا العدو رايح يسخن كل أراضينا، كل خيراتنا، كل ثرواتنا، كل بلادنا. أنا محمد ولد الشيخ البهلول قررت اللي قرره المرحوم، واليوم راني عازم بنكون في الصفوف الأولى، جندي في سبيل الله أولاً والبلاد ثانياً. اللي حاب يصير معي مطوع في الامر البهلول لله مرحبا، واللي راح يحوس على يقتلوا الباطل نأكد بلي دم الشيخ سقط من اجل البلاد. بلاد كبيره على دم الشيخ. الله اكبر الله اكبر. Yeah.
إنهم يبحثون عن القاتل بشهر رمضان هذا. أنا على يقين بتشتت جمعهم، خاصة بعد قتل الشيخ بكل برودة دمه، فقط من أجل القيادة. من أجل المال سيدي. العظماء دائما تسيل دماؤهم على أيدي الجبناء. أنت تعترف بأني أنقذتك من رجل عظيم. أعترف، والآن اطلب ما شئت. لا، لم يحن الوقت بعد. سوف ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة من اشتباكات بين الجزائريين والعثمانيين بالجهة الغربية. وهل ستنجح الخطة؟ من يسهر على تسيير شؤون القوم في الجزائر هم العثمانيين، وسبق الشيخين الدهنون أن عين محمد قائدا للناحية الغربية، وهذا ما يعتبر مخالفا للنظام، فكان الجزاء القتل. هكذا سيفكر محمد والشيوخ. صدقت، ولو كنت أنا محمد لفكرت على هذا النحو. أما الآن حان الوقت نعيد ما حققه جنرال بيدرو نافارو كاردينال في سيمنز. الجيش الجزائري يا سيدي نزل في ساحل وهران وهم الآن يستعدون لمهاجمتنا. ماذا تقول؟ جيش كبير العدد يا سيدي تحت قيادة القائد باريشة. باريشة الثاني حسن باشا حاكم الجزائر والغرب بهذه السرعة؟ نعم يا سيدي. أيها اليهودي، ألم تقل بأنك ستتجه معهم؟ وبأن القبائل الجزائرية لن تقف معهم؟ إن عدد الجزائريين أكثر بكثير من الأتراك وهم من يتقدمون في الصفوف الأولى. أقسم برب موسى أني تركتهم وهم ناقمون عن بعضهم البعض في شهر رمضان هذا. تريد أن تقول بأن شهر رمضان هذا هو الذي أتى بهم إلينا؟ لا أعرف من كان وراء هذا الالتحام، رغم أني كنت متأكدا أن الجزائريين أكثر عداء لبعضهم البعض من أجل مصالحهم الخاصة. حيلك وتدبيرك أتوا بهم إلى آخر معقل للجيش الإسباني وستدفع ثمن جريمتك. أيها القائد، خذه واقتله وارمي جثته في البحر وينقذ سفن الحرب واجعلوا من السفن الحربية في المقدمة وباشروا في الهجوم قبل أن يهاجمونا. هيا تحرك!
وبفتح أساس الكفر قرى الكلب، بفتح وهران ومرساها نلت المراد ولمطلبي، وعدنا الرحمن جل جلاله مع العسر يسرا أتى ذلك في كتبه. ايه صدقت يا خديم، صبرنا والنصر جانا عند الله في شهر مبارك. في 14 أبريل 14 أبريل في عام 1599 قيوم خالد في الأذهان خالد في الأذهان في شهر سيدنا شهر رمضان سيدنا رمضان ليلة ليلة النص وإحنا وإحنا صيام صيام. المعركة ذات معركة أيام ذات أيام